هذا العبث وصل انهم استدعوا حفيد نيلسون مانديلا. عارفين كلنا نيلسون مانديلا. الحقيقه استخدام حفيد نيلسون مانديلا لاغاظه المغرب عمل مشهد عبثي جدا وطفولي جدا. الواحد في غايه القلق من هذا التصعيد المغربي الجزائري. اي حد عاقل لازم يحط ايده على قلبه. الحكايه ما بقتش مستنيه غير عود كبريت. واتضايقت جدا من الزميل العزيز حفيظ دراجي اللي جاب اللوم كله على المغرب. لا تاخدوا الطياره التونسيه لفوا من هنا يا عم، خلص الحكايه، مش طالبه كده. الخناقه دي خناقه طفوليه. في هذا الفيديو غنشوفوا كيفاش علق الاعلامي المصري معتز منطر على الازمه المغربيه الجزائريه بخصوص الاستفزازات اللي كتقوم بها دوله العسكر، واصفا اياها بالاعمال الطفوليه والصبيانيه وغياب الاحترافيه، واللي كتاكد من خلالها ان الجزائر قضيتها الاولى ليست تنميه بلدها، وانما تعزيزها لسياسه العدو الخارجي لاضفاء مشروعيه لنظام لا مشروعيه له. من بعد الانترو فرجه ممتعه. اللي حصل بين المغرب والجزائر في كاس افريقيا المحترفين وعملت عنه فيديو. الخناقه اللي فضلت اكتر من اسبوعين، المنتخب المغربي هيروح، لا مش هيروح، احنا قافلين الحدود والطيران لفوا من بلد تانية. فضل الموضوع لحد يوم البطوله، بطوله افريقيا المحليه بتستضيفها الجزائر، لحد ما خلص بالمشهد الاخير بتاع اللعيبه في المطار المغرب ومستنيين الاوردر. وقلت من وجهه نظري المتواضعه التي لا تعني اي حد ان الخناقه دي خناقه طفوليه لا تليق ابدا بدولتين زي الجزائر والمغرب، ومشهد مهين. وحكيت لكم اوروبا كان فيها خلافات وحروب، ومع ذلك بقى اتحاد اوروبي وحدودهم مفتوحه. حكايه مقلقه فعلا، والموضوع بيزداد عبث بطريقه غريبه جدا. هذا العبث وصل انهم استدعوا حفيد نيلسون مانديلا. عارفين كلنا نيلسون مانديلا. واستدعوا نيلسون مانديلا نفسه. نيلسون مانديلا حفيده ظهر في البطوله في الجزائر وقال الحريه لفلسطين. لحد هنا ده كان شيء كويس جدا جدا. حكايه اغضبت المغاربه الجمله اللي جايه، اللي شعر الكل انها بتشعل الازمه والخناقه فوق ما الخناقه مشتعله. Not forget the last colony of Africa, Western Sahara. Let us fight to free Western Sahara from oppression. حقيقة استخدام حفيد نيلسون مانديلا لإغاظة المغرب عمل مشهد عبثي جدا وطفولي جدا، اللي هو الإعلام المغربي كله بقى يجيب كلام نيلسون مانديلا عشان يرد على كلام حفيده في مشهد والله العظيم زي العيال بالظبط. But there is one man who has traveled all the way to come and join us in this celebration. He is a former guerrilla fighter who eventually became a cabinet minister in his country and became the Minister of African Affairs. I visited his country in April 1962 and I said to him, I want to see His Majesty your king. He said, what for? I said, we have established an army. We want our soldiers paid. We want weapons. We want money. He said, he understood my mission very well, precisely because he himself had gone through the experience we were undertaking. He said, get your men to Jerusalem. I will send a plane to bring them to my country, and I will train your soldiers. أنا ما شفتش كده بصراحة. وطلع بن كيران رئيس الحكومة المغربية الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية يقول لك نيلسون مانديلا تبعنا لكن حفيده ده مش تبعنا. اللي قال الكلام ده وعيب كده يا جزائر. كلكم تعلمون أن نيلسون مانديلا لما خرج من السجن جعل من أولوياته أن يأتي ليزور المغرب ليزور الدكتور عبد الكريم الخطيب.
جاش باش يشوف لا رئيس الحكومه لا حتى شي واحد، جا باش يشوف الدكتور عبد الكريم الخطيب ويشكروه على ما قدم له لما كان وزيرا للشؤون الافريقيه من مال وسلاح مباشر باش يقوم بالنضال ديالو. وطلعوا العثماني اللي كان مسك الحكومة بتاع مشهد التطبيع يتحدث عن نيلسون مانديلا في مشهد في غاية العبث، والله العظيم في غاية العبث من الطرفين. للذكرى للتاريخ شهادة حية هذا نيلسون مانديلا خلال حفل تنصيبه رئيسا لبلاده، يشيد بشكل خاص بدعم المغرب والملك الحسن الثاني والدكتور عبد الكريم الخطيب، ويذكر أن أول دعم له بالمال والسلاح تلقاه من المغرب سعد الدين العثماني. نيلسون مانديلا خلال حفل تنصيبه يخص الدكتور بترحيب خاص ويخص المغرب بإشادة مفصلة. بقول لك مشهد عبثي، طب ايه دخل ده يعني؟ ما احنا شوف الاصل معانا، انتوا جبتوا الحفيد، الاصل معانا. قوم يطلع تبون يشكر في حفيد نيلسون مانديلا والطوبة على طوبة، خلي العركة منصوبة والخناقة دخل فيها نيلسون وحفيده. لا يعتبر نفسه جزائري وقالها هو بنفسه، وباش يكونوا في الصورة، لأن ربما إخواننا في بين ما همش طالعين على التاريخ تاع بداية الثورة. مانديلا التحق بالصفوف تاع الثورة الجزائرية في 61 حتى يتدرب ويدرب الجماعة اللي معاه لانطلاق في حرب تحريرية في جنوب أفريقيا لإسقاط النظام العنصري. الواحد في غاية القلق من هذا التصعيد المغربي الجزائري. احنا الواحد اي حد عاقل لازم يحط ايده على قلبه. الحكاية ما بقتش مستنية غير عود كبريت. المغاربة ما كملتلكش بقى يجيبوا كلام نيلسون يرد على تبون، والمشهد عدى العبث بمراحل بمراحل. ايه دخل نيلسون وحفيده؟ كل بقى الناس بقى محمد وفقير وبتاع وده مغرب ولا كله ايه الكلام ده رد على حفيد نيلسون مانديلا. كله بقى شغال مواطنين ولجان. حقيقة مشهد غير مقبول على اطلاق، الخناقه والشكل المهين للبلدين. الاعلام المغربي قال لك حفيد نيلسون لطخ تاريخه والجزائريين بيدافعوا عن حفيده. وانا بكل اسف ويجب ان يكون شعورنا كلنا حزين جدا انه بيجروا الشعبيين للخناقه اللي بتصنعها الازمه. يعني لما ما شافش الفيديو بتاع الطياره قلت يا جماعه يعني، واتضايقت جدا من الزميل العزيز حفيظ دراجي اللي جاب اللوم كله على المغرب. لا تاخدوا الطياره التونسيه لفوا من هنا يا عم، خلص الحكايه، مش طالبه كده يعني. لاحظت في الخناقه والتعليقات على الفيديو الاخير اللي طلعته واحنا متوقفين اجباريا لمحاوله التظبيط ونعمل مقدمه ونزود الحمد لله كل الناس ما بتشكيش بفضل الله من التشويش، كملها بخير علينا يا رب. فبعض لقيت تعليقات الجزائريين يقول لك ازاي ندخل المغاربه اللي طبعوا وبقى في وسطهم اسرائيليين، احنا ما نضمنش اللي هيجي من وراهم. وتلاقي المغاربه يقول لك لولا الجزائر ما كناش طبعنا ولجانا لاسرائيل عشان المغرب، احنا طبعنا عشان البلد. الجزائريين يقول لك لا دول طبعوا فاحنا مش هنقدر نتعامل معاهم، انا نخاف اللي يجي وراهم. ويجيبوا كلمه مش عارف مين ربنا رزقنا بجار ايه. الحقيقه يا جماعه الكلام ده عارم من الصحه.